انزل تحت شويه كتب بعد اذنكم. الاول السلام عليكم. الصوت والسلام على اشرف المرسلين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. جغرافيا يا بنتي يا عيبان. امبارح كنت مجهز كلمه شويه فيها نوع من الدهشه الاندهاش، فكتبت يعني ايه: اللهم اني مغلوب فانتصر، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. النهارده صحيت لقيت نفسي منشرح جدا ومبسوط خالص، وكاني جبل اتشال من على صدري. مش لحاجه، مش هقول لكم ان كان في مساومات عجيبه طول الليل. في استغلال نفوذ، طب ابن عمك، طب مش عارف ايه، طب حاجات كذا، طب حاجات كذا. مفيش، يعني مفيش. وفي المؤتمر الصحفي، طب احنا ممكن نقدم اعتذار. طب هستنى الاعتذار لما نشوف اللي هم هيقدموه، لان انا اخشى من الغدر. اللي اتغدر بيه مره لابد ان هو يخاف. صحيح؟ لا مش تبع الدكتور خالد، لا تبع واحد تاني. لا، القصص دي مش علينا. طلع بيان واضح وصريح باعتذار رسمي ينص على ان مفيش اي حاجه. اما ان انا اقال فاهلا ومرحبا. انا من البدايه وكما قلت من شهور قلت عاوز استقيل، حزب النور ارجع. طيب الناس دي يعني واضحه المعالم تماما. ما عنديش انا في الموضوع ده فصال. مش هينفع يشيل البلد فصيل واحد. قلت كده، لابد يا ريس تاخد البلد كلها تحت باطك وتجمع المصريين مع بعض. ما ينفعش تماما ان احنا نحسس المصريين ولا واحد من المصريين ان هو مقصر. مصر تسع المصريين جميعا. الكلام ده قلته، وبعض الناس ممكن يتصور ان انا بقول كده النهارده علشان ان انا اقلت. فانا عشان اعفيكم من الظن ده، وانا اظن ان ناس ياما هتحاول تبرر بهذا الشكل، هقرا لكم بس بعض ما نشر عن تصريحاتي. هات يا جبال الله يكرمك فقال الورد اللي فيه التصريحات. شغال البروجيكتور؟ طيب انا عاوز اقرا اقعد يا كابتن بتاع الفوتو اللي في التصريحات. اول حاجه هقراها لكم بوست انا حطيته على الصفحه الشخصيه بتاعتي يوم او في ذكرى يوم تنحي الرئيس المخلوع. البوست ده بعض المجلات او الصحف طلعته، والنهارده كثير من الصحف افتكروه وبداوا ينشروه. قالوا يا دكتور خالد كان بيقول الكلام ده؟ مش بعد ما اقيل، تمام؟ قبل كده وهو بيقول الكلام ده. والكلام هقراه لكم، استاذنكم عشان نعرف. الناس اللي قدام الداتا شو؟ الناس اللي قدام الداتا شو يا جماعه؟ البوست كان بعنوان الثورة المصرية بين الفشل والأمل. والصبت طبعا كان جريدة المصريون اللي هي أصدرته، ثم اليوم السابع. بقول فيه: وأنا أتذكر فرحة المصريين الغامرة بانتصار الثورة في يوم تنحي الرئيس المخلوع، ووحدتهم في الميدان، وأمالهم الغالية في مستقبل زاهر. يا العالية مش حاضر. والقضاء على الفساد
وتحقيق أهداف الثورة من عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، ثم أنظر لحالنا اليوم من اختلاف وتنازع وعودة البعض للتظاهر والهتاف يسقط النظام، وقلق المصريين أو الكثير من المصريين على مصير بلادهم، والحالة الاقتصادية التي ازدادت ترديا، وآمال المصريين التي تبخرت، والعدالة الاجتماعية التي غابت، والحد الأدنى الكريم من الدخل المكفول لكل مصري الذي تحدثنا عنه كثيرا وانتظرناه طويلا ثم ذهب مع الريح، وفشل الحكومة في حل مشاكل المواطنين والقضاء على الفساد ووضع خطط التنمية موضع التنفيذ لا موضع الدعاية والإعلام، وتعثر الرئاسة في تحقيق توافق وطني يجمع أبناء الشعب لبناء نهضة الوطن وإرساء دعائم دولة مؤسسات حقيقية لا دولة أسرار خفية واجتماعات سرية وقرارات مضطربة. وودعنا المصارحة والشفافية واستبدلناها بفقدان الثقة والشك وعدم المصداقية. هل فشلت الثورة أم كنا حارمين أو واهمين أم أن الطريق لا يزال أمامنا طويلا للوصول للدولة التي نرجو؟ وهل يستطيع الجميع أن يتركوا خلافاتهم السياسية وينشغلوا فقط في المرحلة الحالية بالبناء والتنمية وإنقاذ الوطن وإعلاء المصلحة العليا لمصر فوق كل مكسب حزبي أو فئوي حتى تمر مصر من عنق الزجاجة وتعبر ذلك النفق المظلم الكئيب إلى رحاب التنمية والاستقرار؟ أم أننا سنظل نتبادل الاتهامات من المتسبب في هذه الحالة التي وصلنا إليها؟ هل هي الحكومة أم المعارضة؟ جريدة المصريون الظاهر أصحابي أو حاجة زي كده يعني، مستشار مرسي غير راضي عن أداء الرئاسة والحكومة. مش كده؟ مستشار مرسي مهاجما الرئيس نريد أفعالا وليس أقوالا. دي تواريخ قديمة يا إخواننا، ما هيش النهارده، مش بعد الإقالة، عشان محدش يفكر إن أنا لما أجي أتكلم النهارده وأقول رأيي اللي أنا بعتقده بصراحة إن أنا غيرت رأيي في أي لحظة من اللحظات، بل كنت في داخل الرئاسة أكثر حدة وأشد وأتلطف مع الإعلام. يعلم الجميع مني هذا. مجموعة كثيرة من المقالات ادي المصري اليوم، قيادي بالنور، نختلف عن منهجية الإخوان في الاستحواذ على السلطة. طبعا ده كان مقال اتعمل في الشرق الأوسط ونقلته والمصري اليوم ونقلته كل صحف، وكان واضح مستشار الرئيس استحواذ الإخوان أدى للتصعيد في الشارع المصري. قال الدكتور خالد علام الدين مستشار رئيس الجمهورية إن استحواذ حزب الحرية والعدالة الذي يمثل كذا إلى آخره. عندك كل الصحف نقل عني. يعني مش هنقول النهارده إن أنا جاي أتكلم على إن أنا مش مقتنع، مش كده وبس، وبوضوح تام. وأريد إن حد ينكر في هذا إن أنا طيب قول انت. لا قول انت الكلام ده، قول زي ما انت لقيت قول. لا زي ما انت لقيت قول علشان انا مش هنقل. السلام عليكم. مستشار محمد فؤاد جد الله. مستشار محمد فؤاد جد الله مستشار رئيس الجمهورية تواصل معنا وقال قدم اعتذار رسمي من رئاسة الجمهورية لما اتهم به الدكتور خالد علام الدين، وقال ان ننقل هذا عنه، وقال ان مؤسسة الرئاسة هتطلع بيان تعتذر فيه للدكتور خالد علام الدين وفي نفس الوقت توضح اللبس الذي حدث.
دعوني اتاثر قليلا. انا بحب انا اطلب رسميا اعتذار الرئيس. لن اقبل باعتذار ادنى من ذلك. طب انسان في جنب في ارضه ولا يستشعرون هذا؟ بكل بساطه نصبر ثم نعتذر؟ لا. أتصور أن هذه طعنة خنجر. أتصور أن هؤلاء بدم بارد ولأهداف سياسية لا يبالون بمن يصيبون. اللهم لك الحمد. أنا الآن سعيد جدا، ليس بهذه الكلمات بل لأنني تركت هذا الموقع. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أحب أقول لكم بس إن أنا بداية اترشحت وزير للبيئة في حكومة هشام قنديل الأولى، واعتذرت والجميع يعرف ذلك. لا أصبو إلى منصب، ومجرد ما إخواني قالوا إحنا مش هنشارك لأن إحنا ما نقدرش نشارك في وزارة، مش هنشارك في الرأي فيها، مش هنشارك في تشكيل فكرها، مش هنشارك في توجيه رأيها، لم يؤخذ رأينا فيها إنما تشكيل رمزي ليس احتقار ولا تقليلا من وزارة البيئة. وكلكم يعرف أنني أظن وأتصور أن وزارة البيئة من أهم الوزارات في مصر وأن لها دورا هاما، ولقد عملت خلال هذه الفترة بجد واجتهاد. يعلم ذلك القاصي والداني، وسأستعرض بعض الأنشطة التي قمت بها والتي كنت مستمر لآخر يوم في القيام بها، ولله الحمد والمنة. الجميع يشهد أن أنشط المستشارين وأكثرهم حركة وفعلا في الواقع وتأثيرا كان خالد عرب الدين. إطلاقا لن أتراجع عن خدمة وطني، ولست سعيدا بأنني أترك الخدمة الوطنية، ولكن أنا سعيد لأنني تركت موقع لست متوافقا معه. لا أريد أن أعمل دمية أو قطعة ديكور، إما أن أعمل بجد واجتهاد ولي هدف واضح المعالم، إما أن أترك هذا العمل. بخلاف الجولات المكوكية في كل محافظات مصر، على الأقل زرت زيارات 10 محافظات بنزل فيها فعلا للواقع، بشوفهم وهم بيجمعوا القش، بنزل البحيرة وبنزل النيل وبرجع معاهم أزور محطة المية ومحطة الصرف عشان أشوف الوضع البيئي، عشان لما أنا أطلع استشارة للسيد الرئيس أطلع له تصور عن واقع ليس في برد عادي. ومع ذلك يأتيني دكتور خالد بلاش المحافظات، بلاش الزيارات للمحافظات. أصبحت لا أزور المحافظات إلا بدعوة من وزير البيئة أو أحد الوزراء أو غيرها في أنشطة أقوم بها، ولكن شعلة نشاط في أنشطة معينة. عملت خطط استراتيجية واضحة المعالم وعرضتها على الرئيس خلال هذه الفترة. أولا لعملية إدارة كاملة للمخلفات الصلبة البلدية،
إدارة تختفي معها خلال عامين بالكامل عملية السحابة السوداء ونوبات التلوث الحادة في الغلاف الجوي. قمت برصد كامل لحال المحميات في مصر، وقدمت للسيد الرئيس تقريرا مفصلا بذلك ومقترحات لكيفية النهوض بها وجعلها مصدر للاستثمار يدر على البلاد مليارات الجنيهات. قمت بعمل تصور لمشكلة تلوث مياه النيل وكيفية معالجتها بشكل على المدى القصير وعلى المدى البعيد. قمت بعمل رصد كامل لمخاطر التغيرات المناخية من جهد الزملاء، وعاونني في ذلك الكثيرين وأنا أفخر بذلك. أكثر من 50 أستاذ جامعي بيتعاون معايا فريق عمل من المساعدين الفنيين، ومنهم موجود هنا دلوقتي، والمساعدين في مجال التنظيم وغيره أكبر من أي مستشار آخر. كلهم متطوعون تماما، بصرف على المواصلات من جيبي. الرئاسة ما بتوفرليش السيارة إلا من محطة مصر. كنت الأول باجي بالسيارة بتاعتي والسواق بتاعي 300-400 جنيه في اليوم، وأنا مش من سكان القاهرة. طلبت منهم توفير غرفة في الفندق شهرين لغاية لما استجابوا، ولما استجابوا لمدة شهرين في تريانف، بعديها من أول شهر واحد قالوا لا ده احنا عندنا مشكلة مع تريانف. شكل كده بعد ما كنت بنام عند واحد قريبي اتعودت على تريانف. رحنا تريانف وبقينا ندفع 1000 جنيه في اليوم أنا والمساعد. إذن لهذا الوقت لم يصلني مليم من الدولة. 4 شهور و15 يوم مفيش مليم من الرئاسة. أين ميزانية الرئاسة؟ أنا بشوف مش مستشارين سكرتارية راكبين سيارات فارهة BM سودا، وأنا نهار ما بيبعتوا لي. أنا بالمناسبة مش بقول كده، أنا ما كنتش زعلان، أنا كنت عاوز أعمل الشغل، بس أنا بقول لك عشان الله يقول لي إن أنا أخدت من الدولة. أنا أعطيت بسخاء من جهد ومن مال ومن وقت، أثر على دخلي. كنت بنتدب في مكان بيجي لي دخل منه أكتر من الرئاسة هتديني، والرئاسة ما ادتش. ادت يوم 15 يناير أول دفعة بالمناسبة، عشان بس محدش من المستشارين يقول هو في التعاقد إن فيه للمستشار مكافأة مقدارها 10000 جنيه. نص كده اللي جاي مع الرئاسة، ومهامه كذا وكذا وكذا وكذا. بشتغل في المهام بتاعتي، بطلع الافكار. عاوزين نفعل المجتمع المدني، عملت مجموعه من الندوات وحضرت مجموعه من المؤتمرات كثيره في النقل البحري، في التغيرات المناخيه، في علوم المواد، في التنميه المستدامه. نظمناها عشان نجيب كل الخبراء في التنميه المستدامه ونضع فكر التنميه المستدامه موضع التنفيذ في كل مجالات والأنشطة الحكومية. عاوزين كل الأجهزة الحكومية تفعل ذلك. طبعا معايا كل ده متصور، وأجهزة الإعلام رصداه وطلع على الصحف. مش بقول لي شغل كان خفي، كان شغل معلن تماما. أظن لو الدكتور جمال يورينا بس أنشطة الدكتور خالد مسجلة، بعضها ما اقدرش اسجلها. حضرت مؤتمرات في الخارج، ندوة المنتدى العربي للتنمية والبيئة في بيروت، ومثلت مصر هناك، والحمد لله يفخر كل مصري كان هناك بالأداء، لدرجة إن كثيرين احنا كنا بنتكلم
وكانت كلمتي منصبة على ان التنمية المستدامة ليست مهمة وزارة البيئة، انما مهمة الدولة ككل، رئاسة الوزراء بل ورئاسة الجمهورية. عملنا ندوة التنمية المستدامة عشان تفعيل هذه الأمور. حضرت في قطر في الدوحة مؤتمر التغيرات المناخية ومثلت مصر هناك في المفاوضات برفقة وزير البيئة ووفد مصري السفير إيهاب. لما جيت هنا فعلنا على طول كثير من هذه الأعمال. ولما عملنا منتدى أو مناقشة التنمية المستدامة فعلناها تاني يوم. رحنا لوزارة التربية والتعليم، لما وجدنا عندهم استجابة قالوا احنا عاوزين نعمل وحدة للتنمية المستدامة. بعت لهم خبراء مع زيارة للوزير، بعت خبراء في التنمية المستدامة يعاونوا الوزارة في وضع الخطة الاستراتيجية لوحدة التنمية المستدامة. قلت لهم ما تشكلهاش النهارده، ما تشكلهاش غير لما الرؤية بتاعتها تتحط والخطة بتاعتها تتحط، عشان احنا مش عاوزين مكاتب وموظفين. طب مين اللي هيعاوننا؟ قلت له انا ابعت لك متطوعين لم يعمل احد معي باجر. قبل ما اشتغل معاه اقول له عملنا تطوعي لله ثم من اجل هذا البلد. قد يصعب على الانسان ان تاتي الرئاسه الان بعد ان شهرت بالانسان ثم بعد ذلك تعتذر. ماشي. عموما وليعلم السيد الرئيس انني كنت اعمل لله، لا اريد منه ولا من غيره جزاء ولا شكر. ثم الآن كنت في أرضي